10 تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. اختتام المنتدى الوطني للسماد الطبيعي. جهود لتنمية قدرات العمال. معدات طبية حديثة في مستشفى معيني. الرئيس الصيني يجري أول اتصال بنظيره الأوكراني منذ الحرب. بايدن يعد بتعزيز قوة الردع الاستراتيجية في كوريا الجنوبية. هجوم لمتمردي في الهند ومقتل 10 من عناصر الأمن. مرحبا بكم. اختتم المنتدى الوطني للسماد الطبيعي الذي انعقد في أسمرة بمشاركة أكثر من 130 خبيرا من الداخل والخارج، والذي يعتبر الأول من نوعه. وقدمت في المنتدى المنظم يومي 26 و27 من أبريل 18 ورقة عمل مصحوبة بالصور المتحركة حول دور السماد الطبيعي لرفع الإنتاج الزراعي والتجارب الفنية لإعداد السماد الطبيعي والبدء لإعداد السماد الطبيعي بكثرة في إريتريا، وإدخال السماد المعد من النفايات المنزلية، ودور السماد السائل المعد من الأعشاب البحرية وبقايا الأسماك في الزراعة والإنتاجية، ومساهمة السماد الطبيعي في الزراعة وتخصيب التربة من منظار المزارعين. وقدم المشاركون آراء تثري وسائل إعداد واستخدام واستثمارية السماد الطبيعي. وقدم وزير الزراعة السيد الرفاين برهي ووزير الثروة البحرية السيد تولد قلاتي الشهادات التقديرية لخبراء الزراعة والمزارعين النموذجيين المساهمين في التوعية والتعريف بإعداد وإدخال السماد الطبيعي. وأشار رئيس اللجنة الوطنية للسماد والمبيدات الطبيعية السيد درماس سلطان إلى بذل الجهود لتوسيع في استخدام السماد الطبيعي لوجود كل المواد التي يحتاجها النبات فيه. وقد خرج المنتدى بأفكار وتجارب مفيدة في هذا الصدد. وقال السيد مسكن قبر مسقل من كلية العلوم في ماي نفحي أن الأبحاث ظلت جارية على السماد السائل الذي تنتجه وزارة الثروة البحرية من الأعشاب البحرية وبقايا الأسماك لتوزيعه عبر وزارة الزراعة على المزارعين في الأقاليم الإريترية. وقد تم التجهيز بالمعدات اللازمة لزيادة الإنتاج بنسبة 200%. شارك في المنتدى بالحضور نائب وزير الزراعة في جنوب أفريقيا وخبراء من ألمانيا ورواندا ويوغندا، وعبر الفيديو الافتراضي من بنين. أعلنت الكونفدرالية الوطنية للعمال بأنها تعمل ضمن أولوياتها لتنمية قدرات أعضائها. وأوضح نائب رئيس الكونفدرالية السيد كبر أب كيداني في مقابلة مع إيرينا بمناسبة الأول من مايو يوم العمال أن هدف الكونفدرالية تأمين حقوق العمال وتنمية قدراتهم المهنية ورفع الإنتاجية وضمان سلامة وصحة العمال. وقال إن الكونفدرالية الوطنية للعمال هي امتداد للاتحاد الوطني للعمال الذي تأسس في مرحلة الكفاح المسلح وأقيمت بعد الاستقلال بموجب قانون العمل رقم 8991، وتؤطر المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة التي تدار بمميزاتها. وذكر تنظيم الكونفدرالية الوطنية للعمال السيمينارات لتوعية الشباب العمال بأهداف ورؤى الكونفدرالية وتقديم التدريب المهني لرفع الإنتاجية، وتبذل الجهود لتوسيع مراكز التدريب المقتصرة حاليا في مصوع إلى جميع أنحاء البلاد. وأفاد مكتب العلاقات العامة في الكونفدرالية الوطنية للعمال أن الأول من مايو يحتفى به هذه السنة بشعار رؤية واضحة لعمل منسق، وذلك بتنظيم أنشطة التشجير والتبرع الطوعي بالدم وسيمينارات وورش عمل حول العمل والعمالة. تضم الكونفدرالية الوطنية للعمال حوالي 130 مؤسسة لديها أكثر من 18,000 عامل.
عقد الإريتريون المقيمون في الغرب الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية المنتدى السنوي يوم 22 من أبريل في مدينة غراند رابيس. قام المنتدى الذي شاركت فيه تنظيمات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية من 13 مدينة برامج عام 2022 وبحث برامج عام 2023. وعقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية السيد برهان جبرهيوت سيمينارا بعنوان دور المواطن الواعي لبناء وطن قوي، وقدمت مسؤولة الشؤون الشعبية والمجتمعية السيدة حدنت غلطة توضيحا مفصلا عن برامج عام 2023. وقام الحضور بانتخاب هيئة إدارية جديدة وتبرع بمبلغ 105,000 دولار. وقد تم عشية انعقاد المنتدى تدشين مراكز الجالية الإريترية في مدينة غراند رابيس. دعا مكتب وزارة الزراعة في إقليم القشبركة المزارعين للدفع بالاستعدادات للزراعة المطرية. وأوضح مسؤول تنمية النباتات في الإقليم السيد ناغاسي هابتا ميكائيل وضع خطة لزراعة مساحة أكثر من 284 ألف هكتار الخريف القادم، داعيا المزارعين لتمهيد الأراضي الزراعية مسبقا، مشيدا بالأنشطة الزراعية الجارية في مديريات قردات ودقي وفورتوساوا والاستعداد الزراعي في مديرية قلوج. ودعا المزارعين لنشر المخالفات الحيوانية التي تتوالد فيها آفات الذرة المتواجدة جوار المزارع نشرها في الأراضي الزراعية لتخصيب التربة من جهة وإبادة الآفات من جهة أخرى. وحث المزارعين على القيام بالزراعة في الوقت الجيد توخيا من تأخر هطول الأمطار وانقطاعها سريعا واستخدام البذور الملائمة مع هذه الأوضاع والتنويع الزراعي. يقوم مستشفى ماي عين العمومي بجهود لتوسيع الخدمات الصحية عامة ورعاية الأمومة والطفولة وتطعيم الأطفال، خاصة بإدخال المعدات الطبية الحديثة. وأوضح المدير الطبي للمستشفى الممرض فقرة مريم هيلة أن المعدات الطبية الحديثة التي أدخلت زادت من جودة الخدمات المقدمة وأنهت النواقص التي كانت تجبر الحوامل للذهاب إلى دق محري لتلقي الخدمات الصحية العليا. وقال إن الجهود الجادة تبذل لتوسيع خدمات الرعاية لما قبل الولادة وخفض وفيات المواليد والسعي الدؤوب لزيادة الولادة في المؤسسات الصحية. وذكر الإنجازات التي تحققت لتطعيم الأطفال تحت سن 5. اندلع حريق في مدينة عصب ودمر المنازل والممتلكات في حي بلينكوما، كما دمر الحريق الذي سببه شرارة كهربائية 6 منازل ومتجر مع كامل الممتلكات. وأفاد مركز الشرطة الأول مشاركة الشعب وأعضاء قوات الدفاع وسيارات الإطفاء وشاحنات خارج المياه للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى منازل أخرى، هذا ولم تقع الأضرار على الأرواح. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء يبقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقوف بكين الدائم في صف السلام وحضها على اعتماد التفاوض سبيلا لحل النزاع، وذلك في اتصال بينهما هو الأول منذ بدء الحرب في أوكرانيا مطلع العام الماضي. والتزمت الصين بشكل عام موقفا محايدا في الحرب منذ اندلاعها في فبراير عام 2022، إلى أن علاقتها بروسيا شهدت تقاربا في الأشهر الماضية، ما أثار خشية الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا من أن تقدم بكين دعما عسكريا لموسكو. وأبلغ شي لزيلينسكي أنه فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية لطالما وقفت الصين إلى جانب السلام، وموقفها الأساسي هو تعزيز محادثات السلام وفق قناة CCTV الصينية الرسمية.
ورحبت واشنطن أكبر الداعمين لكييف في الحرب الروسية بالاتصال بين الرئيسين، وإن حذرت في البناء عليه. قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إن الأسلحة النووية الأمريكية ستكون جزءا من الرد على أي هجوم نووي كوري شمالي، مضيفا أن السلام مع بيونغ يانغ يأتي من خلال إثبات القوة وليس النوايا الحسنة. وشدد يون على أن الرد على أي هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية سيشمل أسلحة ذرية أمريكية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها الأمريكي جو بايدن، الذي أكد بدوره أن أي هجوم نووي قد تشنه كوريا الشمالية سيفضي إلى نهاية نظام بيونغ يانغ. وأعلن مسؤول أمريكي أن قواصة نووية أمريكية سترسو في أحد موانئ كوريا الجنوبية بهدف تعزيز قدرات الردع في مواجهة كوريا الشمالية. وبحسب المصدر نفسه سيوقع بايدن ويون على الوثائق الخاصة بهذا الأمر. وقال المسؤول إن الإجراءات لم ير مثلها منذ حقبة الحرب الباردة، وتأتي بهدف تعزيز قدرات الردع في مواجهة أنشطة كوريا الشمالية النووية. قتل 10 من عناصر الأمن الهنود وسائقهم المدني في ولاية تشاتيزغار في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور مركبتهم، حسب ما أكدت الشرطة لوكالة فرانس بريس، متهمة متمردين مناوبين بالوقوف وراء الهجوم. وقال فيفيكاناند المسؤول الكبير في شرطة تشاتيزغار إن عناصر الأمن كانوا عائدين من عملية عندما وقع الانفجار الذي استهدف مركبتهم. وقتل رجال الاحتياط في الشرطة في طريق عودتهم من مهمة تحقيق حول الحركات المتمردة في إقليم داون تاون المعزون، وهي أسوأ خسائر تتكبدها قوات الأمن في الهند منذ أكثر من 2 سنين. وقتل المتمردون 20 جنديا من قوات الشرطة والقوات الشبه العسكرية عام 2021 في معارك مسلحة في غابات ولاية تشاتيزغار. اعترضت ألمانيا وبريطانيا 3 طائرات استطلاع عسكرية روسية فوق بحر البلطيق على ما أعلن السلاح الجو الألماني. وتشارك ألمانيا بوصفها عضوا في حلف شمال الأطلسي في مهمة مراقبة المجال الجوي فوق بحر البلطيق. وتم تعزيز تدابير الأمن لدول البلطيق في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، وخرقت طائرات عسكرية روسية مرارا المجال الجوي فوق بحر البلطيق في الأشهر القليلة الماضية. وأعلن سلاح الجو النرويجي أنه حدد هو أيضا عددا من الطائرات العسكرية الروسية في المجال الجوي الدولي فوق بحر بارنتس إلى شمال البلاد. في الختام اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء في هذه النشرة. اختتام المنتدى الوطني للسماد الطبيعي. جهود لتنمية قدرات العمال. معدات طبية حديثة في مستشفى ماي عيني. الرئيس الصيني يجرى ولا اتصال بنظيرها الأوكراني منذ الحرب. بايدن يعود بتعزيز قوة الردع الاستراتيجية في كوريا الجنوبية. هجوم لمتمردين في الهند ومقتل 10 من عناصر الأمن. انتهت النشرة، قدمتها لكم حنان عمر جيلاني من تلفزيون دولة إريتريا. إلى اللقاء.